هلال. بسم الله والصلاة على رسول الله. رمضان كريم. اليوم حنديرو اون غوسيت تاع مقبلات او مملحات رائعة. لهذه الوصفة نحتاج الى عجينة، وهي عجينة مورقة رائعة. نحتاج الى 250 غرام من الفارينة، في 150 غرام من زبدة التوريق نذوبوها، نصف ملعقة قهوة تاع لاليفيور، نصف ملعقة قهوة تاع خميرة الخبز، والملح ملعقة. هذه بالنسبة للعجينة. بيان سور الماء. وبالنسبة للحشوة نحتاج حبات طماطم تكون طيبة، طون طماطم. نحتاج الى مغرف صغيرة تاع الفلفل الكحل، الهريسة. نحتاج الى زيتون اخضر، كورنيشون، والمعدنوس. نحتاج الى جبن مبشور، وحبيبة تاع البيض باش نديرو الوجه تاعها. وبيان سور قلنا الماء والزيت. ونحتاج وريقة رند وزعترة ومغرف صغيرة تاع طماطم مصبرة. هنا نرحيت الطماطم تاعي سكرفشتها في مقله، درت شويه تاع الزيت ودرت هذاك الطماطم وفلفل الكحل والملح والهريسه، بيان سور الوريقه تاع الرند وزعترة. هكذا نقليهم. زدت لها شويه تاع الماء ونقص النار كاع ونخليها طيب بعقلها. نبداو نديرو هذيك العجينه تاعنا. نحتاج سالاديي ندير فيها ديك الفارينه، توجور نغربلوها ونزيدو عليها الخميره والملح ونصف ملعقه تاع لاليفيور. واللي حبت تضاعف الكميه دوبلي المقادير. هنا واش ندير، نخلط هذوك النواشف باش يدخلوا لاليفيور والخميره في كاع العجينه هكذا. ونبدا نضيف الماء دافي ماشي الماء سخون، دافي بالتدريج حتى نلم العجينه تاعي غير بالكميه باش ما العجينه ما تفوتكش الماء وتولي جاريه. هكذا غير بشويه. المستحسن نستعمل يدي هكذا باش نعرف لا تيكستور تاع العجينه او القوام هكذا حتى نكمل ونلم العجينه. شويه تاع لا فارين في البلان دو طرافاي تاعي، ونعجن العجينه تاعي مده 5 دقائق حتى تولي تطرطق، حتى تطرى لنا العجينه. فوالا شوف العجينه تاعي طريه، نحطها تريح لي مده 10 دقائق باش نبدا نخدم بيها. بعد ما ريحت لي لاباط تاعي دوك نبدا نخدم. هنايا ذوبت هذيك زبده التوريق وخليتها تبرد، وهذاك المطرق نستعملوه في الاخر نوريكم كيفاش تخدموه. بالنسبه للعجينه تاعي ارتاحت، نقسمها على زوج. هذه نخليها تريح ونبدا بهذه الاولى. العجينه هذه تاعي نروليها ونقطعها على 4
هكا في النصفين، ونزيد نقرصهم كيما نديرو تاع المعارك. سي نديروهم متساويين، نديروهم بين 4 نفس الحجم. ندير في البلون دو طرافاي تاعنا شويه تاع لافارين، ونحكم بالوحده هكذا بالحلال، نحلوهم مع الاول جينا شويه صعاب، بشويه بشويه حتى نفتحوا الخبزه تاعنا. لازم تسع فيها باسكو الفارينه تتجعد. فوالا غير بشويه. شوفوا كي ارتاحت لاباط ولات نقدر نفتحها فاسيلمون. شوفوا نحط الاولى ترتاح ونكمل الباقيه، واللي نكملها نفتحها نحطها تريح. نزيد الثالثه نفس الشيء، نكسر لاباط
ونغطي بها العجينه. فوالا ما لقيت تقطع لك صح نورمال تقدري تسكميها باسكو تكون في الوسط هكذا. ونزيد نفس الشيء بالبانسو، نمشي هذيك لا مارغارين. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال. ونزيد الرابعة والأخيرة. في كل خبزة تجينا 4 خبيزات صغار، نفس الشيء نكسلها مليح، نفتحها ونحطها فوق اختها، فوق لا تروازيام. فوالا نفس الشيء كيما درنا في الاولين، نقلبوها ونزيد لا مارغارين. مرحب مرحب يا هلال. كنطويها كيما البريه هكذا تاني دائما بالبانسو باش تجينا لاباط تاعنا فيتي وتجي رائعه. والله تجربوها واعطوني رايكم في لي كومونتير. هكذا نديروها كي البريه، نزيروا الاطراف. شوفوا اصلا ديجا بدات تتنفخ تتورق، نخليها ترتاح ونزيد نفس العمليه بالخبزه الزوجه. هذه نفسها نقرصها على 4 ونكملها. بالنسبه لاصوص تاعي هاي طيبه بيان سور بردت، دوك نديرها في ناسيات، نحطها تبرد، نحي لها هاد الكوريقه تاع الرند وبيان سور زعتره، طابت وبردت. نزيد عليه هذاك المعدنوس، كورنيشون قطعته، بيان سور زيتون تاني قطعته والطون. نخلطهم مليح واحد باش تولي لي اون فارس باش ندير به الحشوه تاعي. فوالا واجده كلش لا فارس تاعي والفرomاج غابي والعجينه ريحت لي. والعجينه ها هي ريحت. دوك نبدا بهذيك الاولى اللي خدمتها لو طون تريح لي الزوجه. نبدا لي صالي تاعي على بركه الله. هكذا نفتحها على شكل مستطيل، نسي نحلها ماكسيموم تاعي. كي ارتاحت لي راهي فاسيلمون نقدروا نفتحوها. مرحب. فوالا حليناها على شكل مستطيل هكذا كما راكم تشوفوا في الفيديو. دوك نحتاج للقاطعه، نحكم القاطعه تاعي ونقطعهم هنا على شكل زوجي، يجونا 8 بالحق هكذا، يكونوا الحجم تاعهم متساوي. نحكم بالزوج هكذا، زوج مستطيلات نخدم بهم هذا الشكل. هاي لافاس تاعي بردت، نحكمها هكذا ونديرها، نديرها في الوسط تاع المستطيل هكذا. ندير كاع في لاباط تاعي ونخلي برك الاطراف باش نشد بهم العجينه. نحكم المستطيل الثاني نحطه فوقه، نسي نكوفريو هذيك لافاس هكا ونحكمو مطرق. انا هنا خدمت
بالمطرق تاع الشوا. دوك نوري لكم كيفاش خدمتها باش نخدم هذا الشكل. شوفوا هكذا ونبدا ندور في لاباط تاعي. فوالا هكذا، وهذا الشكل رائع بيسك لاباط فيتي. من بعد كي تنفخ لنا في الكوشه تجي واحد الشكل يهبل. هكذا نحطوهم في السنيوه، بيان سور السنيوه فوقها ورق الطهي. نحكم هنايا 5 ولا 6 عواد الشواء هكذا. نسي باش نديرهم مطرق شكل مطرق شويه خشين، ونحكم ورق الالومنيوم هكذا نروليه عليه ونستعملوه باش نخدمو به. نعاود لكم واحده اخرى. هنا نسيت باش ندير الفرomage، راني عاود لكم حبه بالفرomage، فرomage غابي. راني غطيت المستطيل وندير له قلت لكم هكذا باش كي تنفخ لي لاباط تخرج لي هذيك لافاغ تبان هكذا. ندوروها نفس الشيء، نحطها في السنيوه ونسقمها لكم ونواصل في العمليه حتى نكمل كاع السنيوه تاعي. نفس الكميه تنكملوا كاع الكميه. فوالا راني كملت السنيوه تاعي الاولى. نحكم هنا صفار بيضه ونباديجوني المملحه تاعي هكذا بالبانسو. ندير كاع وين كاين العجينه باش كي تحمر لي في الكوشه دير هذيك لا دوريور. نحكم فرomage غابي ونديرو من الفوق هكذا في الوجه كاع فوق كاع الحبات. وبلا ما نساو دائما الكوشه نكونوا سخناها قبل ما نبداو. ودوك نحط السنيوه تاعي ديريكتومون في الكوشه نطيبها من الفوق ومن التحت. فوالا انا خرجناهم من الكوشه. شوفوا جات لا كولور تاعهم بيان دوري، جو الله يبارك، ومام كروستيان. شوفوا يتقرمشوا وحدهم. هذا هو الشكل النهائي تاعها. تتقدم مع اون سوب ولا شوربه. صحه فطوركم. سلام.